وبعدين بقى، وعايز كمان اعرفك حاجة. انا عندي مرض يا بنت عمي، مرض وحش قوي. انا شخص سادي. وعلى فكرة، لو عايزة تروحي تقولي لجدي قوليله انك رفضاني عادي، انا مش هزعل، ده حقك على فكرة. لا لا، ما يصحش يا واد عمي واسيبك في ديكتك كده. انا لازم اساعدك وتتعالج. اها. لا لا، مالكيش دعوة انت بيا. لا ما يصحش، انا هروح لجدي دلوقتي يقدم ميعاد الفرح ونسافر على مصر على طول. تعمل اجازة من الكلية ونشوف دكتور تتعالج عنده. ساكت ليه يا واد عمي؟ ما تخافش، مش هعرف حد. اصل لو عرفوا في الجامعة ان الدكتور تميم مريض هيكون منظرك ايه؟ رفايدة، انا بقول لو. طب وبالنسبة للبنات بقى؟ لا عادي، ما انا كمان هصاحب شباب. قسما بالله يا رفايدة، ان كنت اشوفك واقفة مع خيال راجل ولا لسانك نطق اسم راجل لكن دفنك مكان ما انتي ما واقفة. ايه؟ هو حلال ليك وحرام عليا ولا ايه؟ وسيب ايدي بتوجعني. هعيد كلامي تاني يمكن ما فهمتش المرة الأولى. لو لسانك نطق اسم راجل، اسم بس، يومك مش هيعدي. انت بتكلمني كده ليه؟ وايدي وجعتني. انا اسف، بس انت نرفزتني قوي. انا راجع القصر عند جدي. جدي انا لازم اسافر بكرة. ازاي بس يا ابني؟ في اجتماع مهم بعد بكرة ولازم احضره. خلينا نكتب بكرة واسافر على اخر النهار. ورفايدة وقت ما تحب تيجي تبقى تيجي، مش لازم تسافر معايا يعني. طب يا ولدي، بكرة هبلغ رفايدة. تتوقعي يا وعد يكون بيتكلم بجد ولا دي طريقة علشان يبعدني بعيد عنه؟ بس هو بس هيجيب لنفسه شبهة زي دي بهزار ازاي؟ بس عايز افهم. مش عارف، بس مش حسيته بيتكلم جد. صوته كان فيه لقم كده. وانت ليه تحطي نفسك في موضوع شك وهو اصلا مش بيحبك وشايفك اقل منه؟ قولي لجدك وفضيها سيرة، الموضوع ده ممل. بس انا بحبه يا وعد، بحبه. اعمل ايه؟ انا هساعدك. رنا، انا يا رنا يعني هو مش محتاجة يعني انك تلخبطي في الكلام. انا حسيت واقولك على حاجة كمان انت ما تعرفيهاش. ايه يا رنا؟ انا شفتك وانت بتبدلي الطبق بتاعه على الغدا على فكرة. ما كانش قصدي يا رنا، انا بس كنت. اهدي اهدي، ما تخافيش، انا اكيد مش هقوله. هو يستاهل اصلا. وانا هخليكي تعلميه الادب صدقيني. انا ما كنتش عاوزة اقولك الكلام ده، هو اللي طلب مني. مش عارفة ايه اللي خلاني اسمع كلامه، بس انا اتصدمت من تفكيره. هو ما كانش سطحي كده. هو معقول بيكرهني كل الكره ده عشان العلام؟ لا، انا متأكدة ان ده سبب وهمي حطه لماما عشان تقتنع. بس تمام اخويا ما بيحبش حد يجبره على حاجة، ومعتبر الجوازة دي اجبار. ده غير انه بيحب بنت معاه في الجامعة. ايه؟ بيحبها؟ دي بنت صفرة ورخمة كده، مش عارفة بيحب فيها ايه. بس انا هعرف اخليه يسيبها ازاي. ازاي يا بنت عم؟ يا ريت تقوليلي ازاي. لا مش دلوقتي بقى، نخطط بكرة، انا عاوزة انام. طب يا بنت عمي، تصبح على خير. وانا هروح انام يا رفايدة، تصبح على خير. يلا بقى، كلاتهم ناموا لما ادخل اكلمهم على الجروب. اتأخرت لما انضميت ليكم، انا اسفة. لا لا ولا يهمك. المهم ايه، عرفت ترتبي امورك هتيجي ولا ايه؟ فجأة صوت جاي من وراها وقال لها: بتكلمي مين؟ يما عفريت. اهدي يا هبلة، انا رنا. يا ربي يا رنا، حرام عليكي فزعتيني. فحد يطلع لحد كده مرة واحدة؟ افتكرت اخوكي. جاتك القرف، هو انا صوتي الانثوي الرقيق ده يشبهه صوت تميم؟ في ايه يا بنتي؟ صدقي ما ركزتش في الصوت. ما تتوهيش الموضوع، كنت بتكلمي مين؟ ها؟ لا ما كنتش بكلم حد، انا بس كنت بلعب في اللاب شوية.
يخرب بيت الظلم يا شيخة، هو انا اللي فكرتك بتكلمي حد؟ هطلع اشوف تميم نام ولا ايه يجي يشوف موضوع انس ده. اهدي بس يا رنا، انت سمعتي ايه؟ فهميني. على ما اظن كده اني سمعت اسم حد اسمه انس. طب اقعدي يا ستي وانا هحكي لك على كل حاجة، بس بما انك عرفتي سيبينا اكمل الاجتماع بقى الاول. اجتماع؟ ماشي خلصي. انا اسفة جدا اني خرجت مرة واحدة. ايه يا بنتي انت كويسة؟ احنا سمعناكي بالصواتي، كان في ايه مالك؟ ايه يا بنتي حد شايفك ولا ايه؟ لا لا انا بخير، بس في قطة خضتني. طب الحمد لله طمنتيني. انا ان شاء الله مسافرة بكرة هحضر الاجتماع. بجد؟ ده احسن خبر، انت وحشتينا خالص. والطلبة الجديدة كمان طلبوا من القسم تديهم محاضرات اونلاين. ان شاء الله في حاجات كتير هتتغير الفترة الجاية. المهم هضطر اقفل دلوقتي، لما نتقابل هحكيلكوا. احنا في انتظارك ان شاء الله، ما تتأخريش. يلا سلام. فهميني بقى كل حاجة بسرعة، اجتماع ايه ومحاضرات ايه في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، مش انتي مش متعلمة؟ انا معيدة في كلية صيدلة. ايه؟ طب ازاي ده يا بنتي؟ انا كنت في اعدادي لما اهلي توفوا، ساعتها جدك رفض اكمل تعليمي. كنت في تالتة اعدادي كده، حاولت اقنعه كتير كان رافض. رفض قطعي. عرفت ان داخلة حرب خسرانة، هو هيقتنع بس مش بالسهولة دي. اتخلى عن حلمي. خالتي ساعتها قالت لي انها هتقدم ليا في مدرسة الثانوي قريبة منها، واخدها منازل. وكنت بذاكر مع نفسي بالليل وبخبي الكتب. وفترة الامتحانات كانت خالتي بتطلب من جدي راح اقعد معاها اسبوع، واني وحشتها. لحد ما خلصت تالتة ثانوي بمجموع 96. خالتي ساعتها قالت لي كفاية كده يا رفايدة، انت وصلت مرحلة حلوة وكويس انها عدت على خير وجدك مش عارف. قعدت اعيط ساعتها وقلت لها بقى يا خالته بعد ده كله عاوزاني اقعد؟ بعد التعب ده كله؟ حازم ابنها دخل وقال لي اهدي بس ما تعيطيش، محدش هيقعدك من التعليم. ساعتها حسيت ان في امل، قلت له بجد يا حازم؟ خالتي ساعتها قالت له ازاي بس يا ولدي، دي لازم تحضر. هتخرج ازاي كل يوم وجدها لو عرف باللي بيحصل من وراها يطين عيشتنا؟ حازم رد عليها وقال لها ليا واحد صاحبي دكتور في كلية صيدلة، هيساعدها بانها تاخد كل محاضراتها اونلاين. بس حوار الامتحانات ده قال مش هيعرف يظبط كل المواد بانك تمتحنيها اونلاين، بس قال ممكن مادة او اتنين مش اكتر. تبقي تيجي عندنا تمتحنيها هنا. وبس يا ستي، قضيت ال5 سنين بدرس اونلاين بمساعدة دكتور انس، وطلعت اول دفعة. رشحوني معيدة القسم الفارما. وقتها انس طلب من الكلية ان محاضراتي تدرس للطلبة اونلاين بسبب بعد المسافة، ولو فشلت في التعليم اونلاين هقدم استقالتي. وبعدين عرفت تدرسي اونلاين؟ ما كانش ينفع ما كنش جد ثقة الدكتور انس فيا، بعد كل اللي عمله معايا واخليه يخسر، بعد ما راهن عليا مادتي. كان من اكتر المواد اللي الطلبة جابت فيها تقدير. اكيد حطيت لهم بقى امتحان سهل صح؟ لا يا ستي مش انا اللي حطيته، رئيس القسم اللي حطه، ومع ان دكتور انس هو دكتور المادة بس اتمنع يحط الامتحانات السنة دي خوفا من كده. انا فخورة بيكي قوي، انت عظيمة بجد، لازم تميم يعرف هيغير فكرته عنك اكيد. لا ارجوكي يا رنا، انا استأمنتك على سر محدش يعرفه غير انا، واوعي تضيعي ثقتي فيكي. وانتي مش عاوزة تعرفيه ليه؟ ده هيخليه اللي هو يتقبلك ويبقى موافق بيكي. لو عاوز انه يتقبل بيا يتقبل بيا زي ما انا يا رنا، رفايدة وبس، مش الدكتورة رفايدة. عمر التعليم ما نقص من شخص. انا عارفة انه مهم وبيعلي الانسان، بس كل انسان وله ظروفه. واخوك لو هيتقبلني عشان انا دكتورة يبقى يتقبل بمنصب مش انا، بالبلدي كده، حد يفتخر بيا ومكانتي قدام صحابه زينة، يعني مش شخص هيعيش معايا عمر. صح معاكي حق، بس يعني هتفضلي مخبية عليه على طول ولا ايه؟ مش عارفة لسه والله يا رنا، بس جدك كان بيقبل تباتي عند خالتك ازاي وحازم ده قاعد وموجود؟
لا يا بنتي، اصلا حازم اخويا في الرضاعة، واغلب الوقت ما بيكونش موجود اصلا. ليه هو مش قاعد مع خالتك؟ إيه اللي مقعدكوا بالليل متأخر كده بتتكلموا في ايه؟ بندردش شوية عادي، في حاجة؟ بتدردشوا في ايه؟ طيب احكولي. هو في ايه يا تميم؟ هو تحقيق ولا ايه؟ خدي بالك من طريقة كلامك يا رنا. طيب عن اذنكم انا هطلع انام دلوقتي، الوقت اتأخر. وانا كمان بعد اذنك عايزة انام، ممكن تتفضل؟